السلام عليكم. بلا شك عارف هاد خونا هذا اندرو تايت، قاهر النسويات والنظام الغربي، واللي تم القبض عليه في شهر 12 2022 من طرف الشرطة الرومانية بتهم ثقيلة بزاف: الاختطاف والاتجار في البشر. والغريب في الامر هي انه بالرغم من ثبوت البراءة ديالو تم الحكم عليه ب 30 يوم سجنا. وهنا غادي نطرح واحد السؤال واللي هو: واش بصح هاد المنظمة هادي تدخلات في القضية ديالو؟ واش بصح اندرو تايت غادي يدي امانته وغادي ينفيوه؟ وقبل الاجابة الاخوان ما تنساوش لايك الفيديو، ابوني للقناة وتفعيل الجرس. نبقاو لانه نوصلوا ل 5K سبسكرايب الدراري. The Matrix has attacked me. If I carry on with the trajectory I'm carrying on, they're going to put me in jail because I'm too influential and I'm too dangerous. And they've tried to get me to sell my soul on multiple occasions. They've tried to get me to sign contracts and offer me a bunch of money to shut up and agree to this and agree to that, and I won't do it. So now they're sitting there going, okay, there's this person with massive influence, perhaps the most influential man in the world. We've offered him to sell his soul so we can control him. He won't do it. اندرو تايت جات في 1986 في امريكا، وبالضبط واشنطن، من اب امريكي وام بريطانيه، اللي من بعد سنوات غادي يتفارقوا. ورجع اندرو تايت هو الام ديالو لبريطانيا، وهنا غادي يعيش الفقر ديال بصح، ولكن بالصبر والكفاح دخل العالم الكيك بوكسينغ وهو باقي صغير. ومن بعد سنوات قدر انه يولي بطل عالمي عدة مرات. واما على الشهرة الكبيرة بزاف فراه جات من خلال الدورات التكوينية اللي كيقدم والفيديوهات الصغار اللي كتبارطاجاو بزاف. وبفضل الفيديوهات الصغار والدورات التكوينية اللي كيبيع قدر انه يولي مليونير وتصدر عناوين الصحف العالمية. وفي 2022 تصدر عناوين البحث في جوجل، واصبح اكثر شخص كيقلبوا عليه الناس في جوجل والسوشيال ميديا عامة. وفي ديك الوقت اندرو تايت عطيها جميع انواع الموبقات والمحرمات بحال كاع اي شاب امريكي، الا انه في اغلب التصريحات ديالو كان مؤيد للدين الاسلامي وكيدافع عليه بالرغم انه مسيحي، الا انه الافكار ديالو المبادئ ديالو في بعض الاحيان مغلوطة. Islam fixes a lot of problems that men are currently facing. The problems we're discussing on this show, Islam fixes all of them. Right? That's the first thing about Islam. And I'm not a Muslim, right? If I had to choose a religion, I would, because I live in an Orthodox Christian country, I go to the Orthodox Christian Church. I donate 20,000. وفي 19 شهر 10 2022 اندرو تايت غادي يعتنق دين الاسلام. ومن بعد الشهادة بعد على المحرمات وصحح بعض الافكار ديالو المغلوطة. ومن بعد شهرين على الاسلام ديالو، وبالضبط في شهر 12 2022 غيتم القبض عليه وغيتم التحقيق معاه لمدة 24 ساعة بتهمة الاختطاف اللي نسبوها ليه قبل الاسلام ديالو. تم ثبوت البراءة ديالو من خلال تسجيلات ديال الكاميرا، وبالرغم من هذا فراه حولوه من شاهد المشتبه به. والغريب في الامر والمضحك هي انه المحامي ديالو عطوه 100 ورقة فيها اسباب اعتقال اندرو تايت هو واخوه، وعطاوه 54 دقيقة باش انه يقراهم، زائد انه ما كانت ادلة اللي كتبين التهم الموجهة ليه. والامر الصادم والغريب هي انه من بين 6 الضحايا اللي قالوا الشرطة، جوج منهم خرجوا وقالوا بانه اندرو تايت ما خطفناش وحنايا ماشي ضحايا. ولكن وللاسف تم تجاهل هاد التصريحات هادو وما تسوقوش ليهم، وهذا الشيء كيبين كمية الفساد اللي في هذا العالم هذا. زائد انه تم حظر جميع حسابات اندرو تايت في مواقع التواصل الاجتماعي الا تويتر. واللي خاصك تعرف هي انه اندرو تايت عارف بلي انه غادي يجي واحد النهار وغادي يوقع عليه هذا الشيء هذا، لانه كيشكل خطورة كبيرة على الاوروبيين وعلى عدة منظمات من خلال التصريحات ديالو. وكما يقول البعض ممكن انه يتم النفي ديالو